السلام عليكم ويا رب تكونوا بخير جميعا. دايما لما بيكون عندي مواعين كتير فيها ألمونيوم أو ستانلس أو حاجات محتاجة دعك ومجهود، بلجأ لخلطتي المفضلة والمميزة واللي مكونة من 3 مواد متوفرين عندنا في كل بيت. الفكرة بقى في ال3 مواد دول إن هما بيرجعوا المواعين بتلمع وتبرق وبأقل دعك وبأقل مجهود. طبعا الخلطة دي أنا بستعملها كمان في تنظيف الأحواض والبوتاجازات، وكمان بمسح بيها الأرضيات، وكمان بستخدمها في غسيل الملابس. احنا مش هنتكلم كتير النهارده وهندخل في الوصف على طول، بس ما تنسوش لو الفيديو عجبكم تنورونا بالاشتراك في القناة وتحطوا لايك عشان الفيديو يوصل لأكبر عدد من الناس. لو أول مرة بتشوفوني، معاكم أميرة شعراوي من قناة ميرو شعراوي. ده صابون سائل، سواء اللي احنا بنعمله في القناة أو اللي احنا بنشتريه. أنا النهارده هتكلم عن المكونات حاجة حاجة باستفاضة، ولكن الأول هنحط المكونات كلها وبعد كده نتكلم عليها. الصابون السائل أخدت منه حوالي مج كبير ونزلت عليه بمعلقتين كبار من نشا الذرة. طبعا نشا الذرة معروف للجميع ومتوفر في كل مكان. معايا دلوقتي معلقتين كبار من الأسيتون، واللي مش عارفه اللي هو مزيل طلاء الأظافر، علشان احنا عملنا منه وصفات قبل كده وفي ناس كتير ما كانوش متفاهمين قوي ايه هو الأسيتون. المكون الثالث والأخير معانا هو خل الطعام، واللي برضو متوفر جدا جدا في كل مكان وسعره بسيط، يعني مش هيكلفنا حاجة. انا اخدت نص فنجان، ما اقدرش اقول جرامات قد ايه، هو حوالي 50 جرام. عشان الناس اللي بتتلخبط في المعايير، هتجيبي فنجان القهوه وتاخدي منه نص فنجان بالظبط. ايا كان نوع الصابون مش هيفرق معانا. المكونات اللي احنا حطيناها دي جباره ورهيبه في التنظيف. حتى لو حضراتكم شايفين ان الصابون خفيف معانا، ده مش هيفرق، لان جودته في الاخر وقدرته على التنظيف هتخلي حضرتك تتغاضي تماما عن لزوجة الصابون. الطاسة دي تعتبر أكتر طاسة فيهم محتاجة دعك ومجهود، وده لأن أنا قليت فيها مرة واتنين وتلاتة وأربعة لحد ما الدهون تراكمت عليها بالمنظر اللي حضراتكم شايفينها. أنا بس كل اللي عملته نزلت بس شوية الزيت اللي كانوا موجودين فيها علشان أعرف إن أنا أغسلها كويس. دايما كنت بقول إن الألمونيوم لما بيكون عليها دهون كتير بتكون أفضل حاجة ليها السلك الستانلس. ولكن الحقيقة بالسلك الألمونيوم بأقل مجهود الخلطة بصراحة رجعت لي الطاسة جديدة، وحضراتكم هتشوفوا ده دلوقتي. اللي حضراتكم هتشوفوه بعد ما اغسل الطاسه دي او بعد ما اشطفها هو الدعك اللي انا دعكته قدامكم. يعني مثلا ما فصلتش الكاميرا ورحت غسلتها وقعدت ادعك فيها من ورا الكاميرا وبعد كده رجعت لكم تاني، لا، بدليل ان بعد ما اشطفها حضراتكم هتلاقوا في اجزاء لسه ما اتغسلتش كويس، وده دليل على ان اللي حضراتكم شايفينه بعمله دلوقتي هو اللي هتشوفوا نتيجته برضه دلوقتي. تعالوا بقى نتكلم عن حاجه حاجه كده. بالنسبه لنشا الذره، قد ايه ليه قدره رهيبه على تلميع الألمنيوم وتلميع الفضيات وعلى تلميع الإزاز. وعايزة أقولك لو عندك أي بقعة في الملابس أو على السجاد مثلا أو المفروشات، قلنا إن احنا بنحط عليها نشا الذرة وبنسيبها كويس، يعني بنسيبها مثلا بتاع 5 دقايق كده، وبعد كده بنبدأ ان احنا نفركها كويس جدا جدا ونشيلها بعد كده بقى بالمكنسة او ليفه وصابونه. المهم ان فعلا نشا الذره هترجع معانا لحاجه جديده. شفتوا الطاسه رجعت تلمع معانا ازاي، وشفتوا الطاسه دي كان شكلها عامل ازاي. طيب الاسيتون اتكلمنا عن انه قد ايه بينظف كل حاجه في البيت، بيلمع الكوتش الابيض حلو قوي قوي. الاسيتون لوحده يقدر نشيل اكبر جزء من الدهون واكبر كميه من الدهون منفردا بدون استخدام اي حاجه معاه، ولا صابون ولا بيكربونات صوديوم ولا اي مكونات تانية. وبالنسبة لآخر مكون استخدمناه هو خل الطعام، واحنا عارفين قدرته برضو على التلميع وعلى التنظيف، بالإضافة طبعا لأن هو يعتبر معقم ومطهر حلو قوي. أظن ال3 مكونات اللي استخدمناهم موجودين في كل بيت. الموضوع ما أخدش معانا وقت والله يا جماعة. جربوا الخلطة دي، بس أنا عايزة أقول لكم يا ريت ما نعملش منها كمية كبيرة، لأن دي ما تعتبرش وصفة تجاري. يعني ما ينفعش حضرتك تقولي هو أنا ينفع أعملها وأبيعها؟ اكيد لا طبعا. احنا بنحاول نعمل وصفة دلوقتي او بديل لمذيبات الدهون والملمعات بتاعت الالومنيوم والستانلس، واللي اصبحت باهظة الثمن، اللي فعلا بتكلفنا كتير جدا جدا، وفي الاول وفي الاخر نقدر نعمل لها بديل بمكونات من البيت. خلصت كمية المواعين اللي كانت عندي بمج الصابون اللي انا كنت عاملاه، ولسه كمان فاضل تاني. هنضف الحوض الستانلس. عايزه اقول لكم بتلمع الحوض وبتلمع البوتاجازات، بتلمع العيون بتاعت البوتاجازات. باخد منها شويه وبمسح الارضيات، وزي ما قلت لحضراتكم تنفع جدا جدا ان احنا نغسل بيها البقع العنيده الموجوده في الملابس، زي الحبر، زي الشحم، زي الدهون.
بقع الزيت مثلا اللي بتكون في الهدوم. ضروري جدا جدا انك تلبسي جلافز وانت بتستخدميها. صحيح هي وصفه ما فيهاش صودا كاويه ولا حاجه، ولكن مهم جدا جدا ان انت تحافظي على ايديكي، لان دايما المنظفات على المدى البعيد بتسبب طبعا مشاكل للبشره مهما كانت امنه. بصوا ما شاء الله المواعين نطفت ازاي. وبالنسبه للطاسه زي ما حضراتكم شايفين ملاحظين ان هي برضو ما نطفتش كما يكون، ولكن ده لان الدعك اللي انا دعكته قدامكم هو اللي حضراتكم شايفين نتيجته. يا رب يكون الفيديو عجبكم، وبحبكم في الله اغلى متابعين.